لو في صوت جواك النهارده بيقول لك إنك مش كفاية، اعرف إنك مش لوحدك، في ناس كتير أوي بتحس كده، حتى وهُم شغالين بكل طاقتهم وطالع عينيهم، حتى وهُم بينجحوا وبيضحكوا وبيساعدوا غيرهم، جواهم صوت صغير كده بس تقيل أوي بيقول لهم لسه في حاجة ناقصة، أنت مش قد التوقعات دي كلها، لسه مش كفاية. الصوت ده مش طالع من مكان حقيقي، ده طالع من مواقف ومن تربية، من كلمة اتقالت زمان وأنت صغير بس لسه ثابتة فيك لحد النهارده. أو ممكن من مقارنة نفسك بناس عمرهم ما عاشوا أصلًا ظروفك، أوقات كتير بنخلط بين اللي محتاج تطوير فينا وبين إحساس مزمن إننا ناقصين مهما عملنا، علشان كده لازم نفرّق بين حاجتين، بين اللي مش بيتحب فينا لإن هو فعلًا غلط ومش مننا، وبين اللي محتاج احتواء لإنه لازم يتصلح، واللي وقع مرّة مش معناه إنه ما يستحقش الفرصة التانية. النهارده أنا مش هاقول لك إنك لازم تصدّق إنك كفاية على طول، بس هاقول لك تبدأ تشُك في الصوت اللي جواك واللي بيقول لك العكس. جرّب كده تقول لنفسك أنا مش نسخة كاملة، بس أنا برضه مش نسخة ناقصة. وخُد بالك في ناس كتير كانت بتدوّر على اللي يكمّلها، لكن اللي بيفرق بجد هو اللي بيحتوي نفسه وهو لسه مش عارف يكمّلها، هو اللي قادر يفهم إن في نقصانه أصلًا كمال وجمال. ابدأ يومك وأنت شايفك مش بتجلدك، واوعى تستنى تكون مثالي علشان تبدأ تحب نفسك، اوعى تستنى تكبّر نفسك علشان تحبها. اشرب بقى فنجان قهوتك أو شايك وأنت بتسمع الكلام ده، وأنا باصبّح عليك وباقول لك يا صباح الإست مورنينج القمر.